اولا كنا فين؟ كنا في حماطه على بعد 1000 كيلو من القاهره وعلى عمق 150 متر، يعني صيد غزير. وصيد الغزير يبقى وارد جدا ان يكون معاك اسماك كبيره ومتوحشه كتيره جدا. اول ما السمكه كلت معايا لكعت، ما انتوا عارفين اللي يشدنا يبات عندنا. اول ما ركعت بدات الم بمكنه الكهرباء والسمكه طالعه معايا 50 متر 70 متر، وفجاه السمكه اللي في ايديا وقفت وقفه جامده جدا زي ما يكون حاجه دخلت عليها. وبالفعل هو ده اللي حصل، سمكه كبيره دخلت هبشت السمكه بتاعتي الوحيده اللي انا طالع بيها. طب البحر مليان سمك، اشمعنى السمكه بتاعتي؟ وهبشتها. اول ما هبشتها طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بنبدا نبص على شكل العضه عشان نقدر نحدد نوع السمكه اللي دخلت عليها. لو انت بصيت السمكه بتتنفض قدامك، دي الرعشه اللي كنت بكلمك عليها. صراحه انا زعلت على السمكه بتاعتي. اكتب في التعليقات نوع السمكه اللي هجمت عليها. وعايز اقول لك على حاجه، في 3 حاجات واضحين جدا في الفيديو بيوضحوا نوع السمكه اللي هجمت عليها. وكمان مش هختم بالشعار، خلينا نكتب كلنا الشعار في التعليقات. اللي يشدنا